تشوفوا الصفحه بتاعتي. بصوا بقى الكبده هنا طبعا كانت مجمده في الفريزر، فجبتها فكيتها كده وبعدين قطعتها عشان لقيتها ايه متقطعه شرايح كبيره، واحنا عايزين الكبده تبقى صغنونه شويه اللي بيقولوا قطعوها. ورحت قلت بقى ايه انا هعمل لها التتبيله الجميله بتاعتها اللي ما اقدرش استغنى عنها. معايا معلقه كبيره جدا من الثوم، ورحت نازله عليها بشويه من الخل وشويه ملح كده، وكمان نزلت عليها بالتوابل بتاعتنا. بصوا بقى قبل ده معايا ايه توم باودر. انا عايزه اقول لكم بقى طول ما انا بعمل الكبده عماله الف في طقم التوزيع دوت، عشان هو اصلا ايه دايره كده فاهمين، يعني زي المرجيحه كده بيفكرني بالملاهي اللي هي فيها الدايره دي. ما علينا يعني نخش في الموضوع. حطينا شويه كمون وتوم باودر وبصل باودر وشويه من الفلفل الاسمر. طبعا الكبده لما بتتبل في التتبيله دي وتتحط مش اقل من ساعه بجد بتبقى رهيبه، بتختلف فعلا في الطعم كتير جدا عما بتشتغلي بيها على طول. حطيت بقى كمون وملح وفلفل اسمر وكزبره وتوم باودر وبصل باودر ومعلقه توم ومعلقه من الخل، ورحت مديها برده عصره ليمون كده. وايه قلت لها يلا بقى علشان تطلعي البرد اللي احنا فيه دوت نكتر لك من الليمون الجميله بتاعتنا دي. رحت نازله بيها على الكبده بعد ما قطعتها. الكبده طبعا انا ما غسلتهاش، لو انتوا حابين تغسلوها بتغسلوها عادي، انا ما بحبش اغسل الكبده صراحه، ممكن يعني اعصر عليها نص ليمونه كده ولا حاجه وخلاص، لكن انا ما بغسلش الكبده. المهم تبلتها بقى زي ما انتم شايفين كده، ورحت سايباها بقى تتنقع في التتبيله بجد جميله قوي، وبتدي اصلا طعم حلو جدا في الكبده. يعني الدهن او الليه لما بتحطيها مع الكبده بتدي طعم تحفه. معلقه من الليه كده او الدهن تسيحيها وتحطيها مع الكبده بتدي طعم جميل جدا. وكده كده اصلا الكبده اللي معانا دي اصلا بلدي. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بعد ما حطيت الكلاوي استوت كده وخدت تشويحه، طبعا الكلاوي بتتحط قبل الكبده علشان هي بتتاخر شويه، هي عامله زي القوانص كده، او عارفين انتوا القلب، الحته اللي هي بتبقى في القلب كده في اللحمه بتبقى ناشفه شويه عن الكبده، بتاخد تسويه اكتر من الكبده. فالمهم رحت حطاها هي الاول لحد ما بدات تدخل في التسويه، ورحت نازله بقى بالكبده اللي سبتها تتبل القمر بتاعتنا ديت، ورحت حطاها فوق منها واديت لها تشويحه حلوه كده. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسوش بقى تحطوا لنا لايك للفيديو زي ما قلت لكم، او قلب احمر او اي حاجه حلوه من عندكم كده، وكمان تصلوا لنا على النبي في الكومنتات وقولوا لي بقى بتعملوا الكبده كده برده ولا لا، ودعوا لنا دعوه حلوه من قلبكم، ربنا يشفينا ويشفي كل مريض يا رب، عشان احنا كلنا عيانين في البيت وعندنا برد. هنا برده كنت مقطعه شويه من الفلفل وشويه من البصل، لان الكبده طبعا ما تستغناش عن الفلفل والبصل. بصوا بقى انا نقلت الكبده في صينيه علشان حسيت ان الطاسه اللي كنت بعمل فيها حسيتها صغيره بصراحه. رحت نقلها في صينيه اكبر عشان الفلفل الاسمر وشويه من الكمون وشويه من الملح، علشان طبعا ايه انا متبله الكبده بس ما كنتش متبله. كنت عامله ايه يا جماعه، انا تاني مره اسجل الفيديو. الكبده والقوانص، لا مش قوانص خالص، ما بعملش كبده وقوانص، واضح ان انا البرد اثر عليا. الكلاوي جبتها الحمد لله. الكلاوي كنت ناسيه انا بعمل ايه، بطبخ كلاوي صح. المهم ما كنتش حاطه توابل يعني على الكلاوي، فرحت حاطه تاني بقى وهي بتستوي مع الكبده كده، عشان يبقى الكبده بتاعتنا بالكلاوي متبهره كده واخده التبهيره الحلوه والملح الحلو بتاعها الطعم مع الخضره ومع الخضره اللي هي البصل والفلفل الالوان اللي موجود. بص بقى معلقه الطحينه دي بتفرق قوي مع الكبده وهي بتستوي، تخليك كده تحس ان الكبده جوسي كده، عارفين انتوا عارفين. فبس بقى بعد ما استوت كده الكبده القمر الجميله ديت بجد تحفه جدا. اهم حاجه تحطيها في التتبيله دي نص ساعه هتاخدي معاكي احلى كبده. ممكن بقى مع رز ابيض، ممكن احنا بصراحه ربنا هنا كان بايت عندي رز من امبارح سخنته، بس كان في عيش بقى طري في البيت كده كان لسه جاي طازه وجميل، رحت عامله سندوتشات بقى مقطعه بصل وخضره ورحت حطاهم في الرغيف كده زي ما انتم شايفين. قلت بقى هي لهم يعني ان هم بيشتروا السندوتشات ام 40 جنيه و45 جنيه ورشه من الطحينه ورشه من الخضره، الرغيف بقى السندوتش ب 40 جنيه. طب احنا كل واحد مش هيكفيه اقل من اتنين ما شاء الله.